السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في الحلقة دي إن شاء الله بنجاوب على سؤال، وهو لو أنا داخل كلية تجارة أو أي كلية ولسه مش عارف أبدأ منين، ركز معايا دقيقتين وهقول لك تعمل إيه من أول يوم خطوة بخطوة. يلا بينا. أول حاجة لازم تكون هادي خالص، مفيش حاجة تخوّف، الجامعة مش ثانوية عامة، ولكن هي حاجة جديدة عليك وده طبيعي، المهم تبدأ من دلوقتي تنظّم وقتك وتعرف أنت رايح فين. تاني حاجة اعرف إن أول سنة عامة، يعني في سنة أولى مش هتختار قسم، هتدرس جميع المواد من كل التخصصات. بالنسبة لكلية التجارة مثلًا هتدرس شوية محاسبة وشوية إدارة أعمال وشوية اقتصاد وشوية إحصا وشوية رياضة بحتة وشوية تسويق وشوية قانون، وده كويس علشان يساعدك تختار القسم المناسب ليك بعدين. تالت حاجة احضر أول أسبوع وده مهم جدًا، حتى لو قالوا لك المحاضرات مش مهمة، في الأول لازم تروح عشان تعرف زمايلك وشوف الجداول واسأل عن كل حاجة. رابع حاجة ما تشتريش كتب من أول يوم، استنى شوف الدكتور هيطلب إيه. كتير من المواد بيكون ليها مذكرات أو PDF على جروبات الدفعة. خامس حاجة الجروبات هي كنزك، ادخل على جروب دفعتك في فيسبوك أو واتساب هتلاقي فيه كل حاجة خاصة بالدفعة بتاعتك. وسادس حاجة اسأل زمايلك اللي أكبر منك في سنة تانية أو تالتة أو حتى رابعة هيقولوا لك تحضر لمين وتذاكر في إيه وتذاكر منين، واسأل هم مش هيبخلوا عليك. سابع حاجة حاول تنظم وقتك من الأول، ساعة في اليوم كفاية جدا في الأول، بس المهم تبدأ ما تسيبش كل حاجة للامتحان. الجامعة بداية جديدة وصدقني لو بدأت صح هتكمل مرتاح. وبكده أكون جاوبتك على سؤال لو أنا داخل كلية تجارة أو أي كلية ولسه مش عارف أبدأ منين. لو عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو في حاجة حابين أشرحها أو لو في سؤال معين اكتبه في التعليقات، وأشوفكم قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.